بنجيب اللايم وبنبدأ نبشره بهذا الشكل. وهلا بنقيم قشر الليمون مثل ما انتم شايفين وبنحطه بالزبدية هون. بنقيم قشر الليمون وبنحطه بالزبدية، نحط فوقه كمية من السكر بهذا الشكل بيكون تمام. وبنحط له شوية سكر كمية منيحة مثل ما حكى. اول ما حطينا المي بتلاحظوا انه اللون الاخضر بدأ يطلع، معناته الزيت بدأ يتفاعل، وهلا بنحركه كتير منيح. اي والله صح، بلش يتفاعل معي، خلينا هلا نحركه كتير منيح. هلا بعد ما عصرنا الليمون واللايم، هلا شو بنعمل؟ بنحط عليهم شوية ماء زهر تعطي نكهة جبارة. نعصر الليمون، وهلا عصرت الليمون راح احط عليه ماء زهر مشان تعطينا النكهة الجبارة. هلا بنجيب الليمون وبنكته شوي شوي، مو مشان شي، مشان صحتكم يا غوالي. وهلا راح نجيب الليمون وبنكته شوي شوي، مو مشان شي، مشان صحتنا يا غوالي. بجيب المصفاية هيك وبنزله عليه هيك، لازم نصفيه كتير منيح من القشر لانه هذا عصير لازم يطلع صافي تماما من القشر. اوكي، راح نجيب المصفاية وبنصفيه عليه هيك.